السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحشتوني يا حلوين من الفيديو اللي فات. رجعنا بفيديو جديد سريع روتين بقى فين في النيش. مين فينا بقى بيعمل النيش كل سنة مرة أو كل سنتين مرة؟ طبعا يعني النيش ده آخر حاجة بنبقى ناسينه كده. أول حاجة بقى هنسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مش قادرة اقول لكم بقى مصايب النيش دي معايا ايه. النيش ده كل شويه يقعد يقع، يتدشش يتكسر، الزق فيه من كل النواحي. يعني مش قادره اقول لكم، اغلى طقم عندي كله مكسور. كنت عامله لايف وانا بعمل الفيديو ده. قبل ما اعمله دي تكمله اللايف. قفلت بقى معاهم وكملت ايه انا بفيديو يعني. وبرضو صورت فيديوهات كتير، وانا للاسف مش لاقي على الموبايل عندي. معرفش اتمسحت ازاي، كمية فيديوهات اتمسحت يعني بجد. انا حزينة قوي، بس الحمد لله. ودعولي ان شاء الله انها اعرف ارجعها وكده، لانها هي على جوجل، بس انا مش عارفة ارجعها خالص. مش عارفة الموبايل مش راضي يستقبل ليه. فربنا يستر بقى واعرف ارجعها، علشان انا ايام عمالة احاول فيها ومش عارفة اعمل ايه. مصايب النيش بقى كل شوية يتدش. مرة كنت راجعة من عند ماما، فبعدين ايه، الفيشة بقى محطوطة ورا النيش، ورا الفيشة بتاعة التلفزيون محطوطة ورا النيش. جينا نشغل التلفزيون مش راضي يشتغل. يا عم اشتغل، مش راضي يشتغل. فالمفروض عشان نشغله ونشوف الفيشة اذا كانت محطوطة او مثلا مهزوزة او كده، لازم نشد النيش شوية لبره. جيت اشد النيش لبره، طبعا سحبناه كده. لسه نسحب لقينا تش 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 تش. كل حاجة بتتدشش، والرفوف كلها وقعت، واللي في قلب النيش وقع. انا لدرجة ان انا مش عارفة افتح حتى الضرفة. يعني انا مش عارفة افتح الضرفة عشان اخد الم اللي جوه، لانه كله واقع على بعضه. اول ما هفتح الضرفة فكل ده هيقع يتكسر. فبعدين انا عملت ايه بقى، جبت كنا وقتها في شتاء. جبت بطانية حطيتها على الارض. خليت مازن يمسكها لي كده من فوق شوية، عشان ما تبقاش على الأرض، عشان برضو الحاجة لو وقعت هتتكسر. يمسكوها لي من فوق كده. وفتحت الضرفة واحدة واحدة لحد ما كل اللي في النيش ده وقع. طلعت بقى الإزاز المكسور، وكان فيه رف انكسر، وضرفة برضو انكسرت، غير الطقم اللي انتوا شايفينه اللي هو الفضي ده كله متكسر. حتى لو دخلتوا اللايف انا مبيناه ان هو كله متكسر، حتى قيود الفناجيل متكسرة كذا حتة. بصوا بقى، ما تنسوش تقولوا لي رأيكم ايه في الرصة اللي انا رصاها. وسبحان الله، كل مرة اجي ارص النيش بيطلع بطريقة مختلفة، يعني مش نفس الطريقة خالص. لو انا نزلت النيش كله اجي ارصه بيبقى مختلف. لو انا حتى نزلت رف رف برضو بيبقى مختلف. وسبحان الله كل مرة بيطلع احلى من الاول. فبصراحة يعني المرة دي عجبني قوي. وعجبني حركة ان احنا نحط الفناجيل في بعضها كده، فاما بتحطي الفناجيل في بعضها بتميل ميلة كده بسيطة، فبتدي شكل حلو قوي. الطقم الاحمر اللي فوق ده طقم جيلي. المفروض يعني ان هو طقم جيلي او طقم يعني رز بلبن او كده. بس هو كبير قوي ان انا احط فيه جيلي او رز بلبن. فبصراحة أنا مش عارفة، أنا استخدمته مرة واحدة. يعني أنا بحب الحاجة اللي في النيش أستخدمها كلها، وولادي ياكلوا من كل حاجة فيها. يعني أنا مش زي مثلا الحاجة اللي بيستخدموا النيش ده كأنه مثلا ديكور أو كده. لأ، أنا كل حاجة في النيش أنا استخدمتها. كل أطقم فيه أنا استخدمتها. حتى الكوبايات الصغيرة ديت هي أنا جايباها للزينة. كارما تقول لي هاتي يا ماما اشرب فيها، أحط لها فيها عادي يعني مش مشكلة. لان يعني انا جايباها ليه؟ يعني انا مش فاهمه. ماشي، ما الحاجه محطوطه في النيش، بس برضه استخدمها يعني ما اسيبهاش كده. المهم بقى بدات ان انا ايه، انزل النيش ليه؟ يعني ايه اللي فكرني بيه اساسا؟ يعني الموضوع كان من الاول ان في عندي جدار كده في الحيطه. لو انتوا دخلتوا القناه بتاعتي هتشوفوا الجدار ده مخطط نبيتي في بيج، في وايت كده. فالجدار ده بصراحة بيتعب لي عيني قوي. بص فيه بحس ان عيني كده حاجة بترقص قدامي كده، يعني مبقاش قادرة خالص، مزغللة بقى، مش عارفة، مش قادرة ابص فيه.
في نفس الوقت حاسة كده إن الصالة كلها لونها نبيتي كده، الفرش نبيتي والأرض نبيتي والجدار نبيتي. أنا مش بصراحة يعني ايه، كنت عايزة أغير كده، وكان استحالة إن النيش ده يتنقل الناحية التانية. سألت جوزي بقى قلت له ينفع ان احنا نحط ده هنا وده هنا؟ قال لي لا، ده ما ينفعش، ده استحالة. احنا جربنا لما جينا نعمل الشقة من الاول، نفرش الشقة، جربنا ما نفعش. فانا بقى جبت المتر بقى وقعدت اقيس الصالة، عرض الصالة وعرض النيش. جاء الفرق ما بين عرض الصالة وعرض النيش 6 سنتي. انا بقى مش قادرة، هتجن يا ربي. طب 6 سنتي ده يا ترى هيعدي ولا هيتزنق في النص؟ المهم بقى ايه، استعنت بقى باختي طبعا. قعدنا بقى جبنا ورقة وقلم وقعدت بقى تحسبها كده، مش قالت لي هيعدي. لان الصالة هي اوسع من النيش ب6 سنتي، العرض الصالة اوسع من عرض النيش ب6 سنتي، فقالت لي هيعدي ومش هيقف. سبحان الله، انا بقى اتشجعت كده وقمت. كنت مصورة الفيديو بقى وانا نقلاه. انا يعني الحمد لله الحمد لله، ان شاء الله الاقي الفيديوهات ديت، او هي موجودة عندي على جوجل، مش عارفة انزلها خالص على الموبايل، مش راضية تنزل، مش عارفة في ايه. وكمية فيديوهات كتير سبحان الله. انا عشان انا بكسل ان انا انزلها، فهو ربنا يعني ايه بيقول لي عشان انتي ما بتنزلهاش على طول فملهاش لازمة، فاتمسحت يعني. انا معرفش تتمسح من على الموبايل ليه. المهم بقى ايه، شفت بقى العرض والعرض الصالة وعرض النيش، وبعدين نقلته بقى كده بالراحة. بس فضيت بقى زي ما انتم شايفين كده، فضيت النيش كله ودخلته بقى، حطيته في قلب بقى ايه حلل كده. بس مسحته الاول عشان اما اجي ارص بقى على طول، يعني ما بقاش ايه واقفة كده، او اتعطل وكده يعني. انا بقى فضيت النيش كله ومسحته كله وحطيته بقى ايه، دخلته في الاوضه اللي احنا ما بننامش فيها. يعني اوضتي دي انا ما بنامش فيها، بننام في اوضه الاطفال لانها بتبقى فيها بلكونه وفيها ايه، وبيبقى طراوه كده. دخلتها بقى كلها كده فين، حطيتها على التسريحه وحطيته على السرير كده، وكلهم عبيتهم بقى في حلل كده. والحمد لله يعني الحمد لله، الخساره كانت قليله بقى. الخسارة الكبيرة بقى اللي انا بعد ما خلصت اللايف على طول، اقسم بالله فضلت كام يوم كل حاجة تقع تتدشش، لدرجة ان سلستين، يعني غطا سلستين وقع اتكسر. والله العظيم انا مش عارفة يعني، سبحان الله يا رب، الحمد لله الحمد لله. بس انا والله ما كنتش حاطة حاجة في دماغي خالص، بس فعلا انا قفلت انا وانا اصلا في اللايف وقع فنجال، يعني هيقع فنجال دلوقتي وانا برصه، فرافيت ونزل، ما يعني نزلت بقى لميته كده. دخلت المطبخ لدرجة ان غطا، يعني غطا البرطمان ده ايه، صيني، وقع اتدشش. وطبقين اهو بصوا دلوقتي وقع اتكسر اهو. وطبقين برضو اتكسروا صيني. وبرضو تاني يوم بقى فضلت بقى ايه، تلات اربع ايام ورا بعض كده كل حاجة، بس الحمد لله الحمد لله. دلوقتي بقى بصوا انا كده خلصت خالص. ده كان اخر حاجة، الضرفتين اللي فوق خالص دول في النص دول كان اخر حاجة. الرف الخشب ده ما كانش متركب خالص من الاول، كان محطوط فيه رف ازاز، فعرضه اعرض من العرض بتاع الضرفتين. فلما النيش وقع اتكسر عندي، انا ما اشتريتش ازاز، خدت الرف اللي هنا وبعدين وديته عند حد قسمهولي وايه، والمهم ركبته كده يعني. فالحمد لله يعني الإصابات خفيفة. وأشوفكم في فيديو جديد وروتين جديد، وباي باي.